السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الأكلة دي أنا شخصيا بحبها، سهلة ولذيذة وسريعة وكمان متكاملة، وألذ من كده بقى كله إنها بتتعمل في حلة واحدة وطعمها مميز جدا. هنعمل النهاردة الكبسة السعودي بمنتهى البساطة كده. أول حاجة هنسمي بالرحمن وندخل نجيب حلة فيها 3 معالق من الزيت كده او ربع كوب من الزيت، ونبتدي ننزل ببصلة مفرومة ونبتدي نشوحها لحد ما تاخد لون اشقر خفيف كده. بعد كده طبعا بنكون غاسلين الفراخ بتاعنا، هنعملها النهاردة بالفراخ تكون مغسولة ومنقوعة كويس جدا وريحتها قشطة كده، وننزل بيها كده على الجلد علشان تتشوح معانا وتاخد لون حلو. ونبتدي بقى ننزل بالبهارات والمكونات اللي هتخلي الأكلة بتاعتنا تحفة. أول مكون عندي الملح، طبعا بننزل بيه في البداية عشان الفراخ تشرب الملح بتاعها وتبقى طعمها حلو. ننزل كمان بفلفل أسود وهيل باودر، وكمان هننزل بنص معلقة من الكركم بيدي لون حلو جدا للرز. وكمان هننزل بمعلقة كبيرة من بهارات الكبسة موجودة عند العطار، بواحدة لومي كده وقرفة. لو مش متوفر قرفة خشب ممكن تحطي قرفة باودر، وورق لورا، وكمان قرن فلفل حامي عشان تبقى سبايسي وحلوة. بربع كيلو طماطم كده بنفرمه في الكبة، او ممكن تقطعيه مكعبات وتحطيه، بيدي لون حلو جدا للرز. ولو متوفر عندك كمان معلقة من صلصة الطماطم بتدي لون حلو وطعم مميز. هننزل كمان ببطاطس متقطعة مكعبات كبيرة عشان ما تتهريش معانا وتتحمل النار. ويا سلام بقى لو عندك كمان قرع عسلي بتضيفي كام مكعب كده. المية طبعا لازم تكون مغلية، بنغمر الفراخ بتاعتنا كده ونسيبها بقى تستوي على نار هادية براحتها كده لحد ما الفراخ تستوي وتبقى دايبة زي الزبدة. ما شاء الله تبارك الرحمن. من وقت للتاني بدخل اشوف سوى الفراخ بتاعتي. اول ما بتستوي بخرجها من الشوربة، وابتدي كمان اشيل البطاطس علشان ما تتهريش معايا في الرز. تبارك الرحمن. علشان مقطعينها كبير بتفضل محتفظة بقوامها كده. وبعد كده طبعا بنكون غاسلين الرز البسمتي بتاعنا، بننزل بيه في الشوربة. وطبعا حابة تدوقي الملح في الوقت ده علشان تظبطيه تمام. وكل واحد كوب من الرز بياخد كوب ونص من المية، تقدري تظبطي الدنيا. وبعد كده كل شوية كده على نار عالية بتخشي تدي تقليبة للرز علشان يتشرب معاكي الشوربة بتاعته. شايفين اللون تحفة جدا، ابتدى يشرب الشوربة بتاعته. بهدي عليه النار بقى 10 دقايق ربع ساعة كده لحد ما يتشمع، وابتدي بقى اغرف ألذ سيرفيس كبسة خطيرة. اللهم بارك، الرز لونه تحفة، ريحته خطيرة، وكمان البهارات فيه كده مميزة وحلوة. والبهارات دي احنا كنا عاملينها مع بعض، مش شارياها ولا حاجة. بعمل تركيبة كده حلوة بتدي تست حلو جدا للكبسة بتاعتي او اي مكبوس. هبتدي بقى اغرف زي ما احنا شايفين، وابتدي انزل كمان بالفراخ على وش الرز بتاعي، وشكلها خطير دايبة. اللهم بارك. حابة بقى تحمريها تحت الشواية بتبقى حلوة، حابة تاكليها كده. في الغالب احنا طبعا بنشيل الجلد فمش بتتاكل، لكن بتبقى طعم النكهات الموجودة فيها بتاعت البهارات خطيرة جدا، والرز لوحده مشبع وطعمها لذيذ، وأكلة سهلة ومتكاملة. النهاردة كان الفيديو عن الكبسة السعودي السريعة جدا بطعمها المميز وشكلها الحلو جدا. اتمنى يكون الفيديو النهارده نال اعجابكم. انا جرنشته كده بشويه من ورق البقدونس، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات كتيره حلوه ومميزه. انتظروني دايما. وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم حبايبي في حفظ الله وامنه.